ولسه مكملين في سلسلة اكلات اقتصادية ما تتعداش ال100 جنيه. هنعمل طاجن بطاطس وبتنجان باللحمة المفرومة، طعمه رهيب وسهل جدا وكل المكونات بسيطة والطعم يجنن من اول لقمة. قطعي بقى البتنجان بتاعك مكعبات، وهنا استخدمت حبايتين بس، وقطعوا كيلو من البطاطس برضو مكعبات. حطوا بقى زيت في الطاسة بتاعتنا واقلوا البطاطس والبتنجان. اول لما البطاطس يبقى لونها ذهبي بنبدأ نشيلها. طبعا انا مش حاسبة الزيت اللي بنقلي فيه لان الزيت ده بيبقى في كل بيت، لكن لو حسبناها بالزيت هتبقى ب145 جنيه لان ازازة الزيت ب45. بعد بقى ما قلينا البتنجان والبطاطس انزلي بشوية زيت في طاسة وانزلي عليهم ببصلاية متوسطة وشوحيهم كده شوية. انزلي بقى عليهم بفلفل وطماطم وابدأي شوحيهم كده لغاية اما يتبلوا. انزلي عليهم بقى ربع كيلو لحمة مفرومة وانزلي بالتوابل، ملح، بابريكا، توابل اللحمة وكمان فلفل اسود، وانزلوا عليهم بمعلقة كبيرة شويه من الصلصه. شوحوا بقى الكلام ده كله مع بعضه لغايه اما يستوي. هاتوا بقى اي طاجن او اي صينيه عندكم، انزلوا بالبطاطس وانزلوا بالبتنجان اللي احنا قليناه وانزلوا عليهم كمان باللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها. وهنعمل دلوقتي التشريبه اللي هتدي الجمال ده كله وهتخلي طعم البطاطس والبتنجان في حته تانية. انزلوا بقى في لبانه عندكم بكوبايتين من الميه وكمان 3 معالق كبار من الصلصه، وانزلوا بقى بالتوابل بتاعتكم، ملح، فلفل اسود، بابريكا وكمان كمون. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعضه، واول لما يغلي هنبدا نشرب بيه الطاجن بتاعنا. انا عايزاكم وانتوا بتعملوا الاكل كده تصلوا على النبي. رشوا بقى رشه الموتزاريلا بتاعتنا ودخلوها الفرن، وممكن كمان تستغني عن الموتزاريلا ودخلوها الفرن بقى لمده 10 دقايق، وبكده نبقى خلصنا احلى طاجن ممكن تدوقوه في حياتكم. قولوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم في سلسله الوصفات الاقتصاديه اللي احنا بنعملها، وهل عجبتكم ولا لا؟ ما تنسونيش بقى في لايك جميل زي قلبكم الابيض، وكمان شيروا الفيديو كتير عشان غيرك يستفيد. انا عايزه اقول لكم ان انا وانا باكل اول شوكه دي بتوديني في عالم وكمان اكله ما خدتش مننا وقت خالص. وبس كده، سلام.